السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا هلا ومرحبا، حيا الله متابعيني الكرام. شكرا لكم على تفاعلكم الأخير في الفيديو الذي نزلته. أشكركم جزيل الشكر، والشكر لله ثم لكم. لكن قبل أن أبدأ في شرح قصة الليلة، أتمنى منك أخي وعزيزي المشاهد إنك تضغط على زر لايك وتشترك في القناة، فضلا وليس أمرا. اللايك اللي تحطه للفيديو أنت يساعدنا على إن الفيديو ينتشر ويصل إلى أكبر عدد ممكن. هذا طلبي الصغير والبسيط منك عزيزي المشاهد. أما بالنسبة لقصة الليلة، فهي قصة حصلت في الرياض مع رجلين. الأول اسمه أبو محمد، والثاني اسمه أحمد. أحمد كان صاحب بقالة في إحدى الأحياء في الرياض، وأبو محمد كان موظف. في يوم من الأيام حصل خلاف بين أبو محمد وأحمد صاحب البقالة، ولكن أحمد هذا أخذ الموضوع بشكل جدي، وصعد الموضوع جدا، وخلى الموضوع هذا يصل إلى حد الانتقام. إيش سوى؟ في يوم من الأيام أبو محمد راح للدوام تبعه. أم محمد وكان عندها ولدها محمد، قالت له: يا ولدي، أبوك تأخر، روح البقالة، خذ لنا الأغراض الفلانية هذه وتعال، وأنا بجهز الغداء حتى أبوك يجي يحصل الغداء جاهز، يتغدى وبعدها يرتاح. قال لها: ابشري يمه. الولد جاهل، عمره تقريبا 12 أو 15 سنة. الولد نزل لكنه ما رجعش. الأم ظلت تقول: وين ولدي؟ ليش ولدي تأخر؟ سلامات، ما هي عادته. انتظرت لين أجى أبو محمد. السلام عليكم. قالت: وعليكم السلام. ألحق يا أبو محمد. قال لها: ألحق على ويش؟ أنا قالت لها: محمد أنا نزلته البقالة يأخذ مقاضي ويجي على أساس إني أجهز الغداء، لكن محمد ما أجا. ألحق. أبو محمد جاه شك كذا، وعلى طول نزل اسمه البقالة، راح دخل البقالة. السلام عليكم. قال: وعليكم السلام. حصل أحمد. قال له: ما شفت ولدي محمد؟ قال له: لا ما شفته. أبو محمد داخل البقالة، يفتش في المستودع بين الثلاجات وكذا، إلا ويشوف ولده في زاوية من الزوايا داخل المستودع مشنوق بالحبل، الحبل ملفوف على رقبته، والولد ميت. أبو محمد ما مداه يلتفت على أحمد شيء كلمة، إلا أحمد يناوله بالساطور على رأسه وعلى أجزاء متفرقة من جسمه حتى أغمي عليه، وأخذ نفسه اسمه شرد، وكان في باب حديدي شبك، والأغلب منكم يعرف الأبواب الشبوك اللي تكون على البقالة، على أبواب البقالة قديما. فقام بتكفيل الباب وشرد. أبو محمد فاق من الغيبوبة الذي هو دخل فيها بسبب النزيف والضرب اللي جاه بالساطور من أحمد، وحاول إنه يزحف لين وصل عند الشبك حق البقالة، وقام ينادي على الناس، والناس شافوا حاولوا يساعدونه لكن ما قدروا، لأن الشبك هذا كان مقفل. الناس اللي كانوا موجودين هناك صاحوا وصرخوا عليه، يبغوا يساعدونه، ما فيش فايدة لأن الباب أنا مقفل. قاموا اتصلوا بالشرطة. الشرطة جو وكسروا الباب، حاولوا إنهم يصيفوه أو ينقذوه، لكن كان قد توفى الله يرحمه، وما كان عندهم علم إنه باقي ولد داخل البقالة كمان مقتول. فقام إحدى الأفراد من الشرطة ودخل يفتش داخل البقالة هذه يشوف إيش فيه، إلا ويحصل الضحية الثانية، الولد محمد، مربوط الحبل على عنقه وميت. قام واستدعى بقية
اسمه رجال الأمن يعني من زملائه وقال لهم: "تعالوا، تعالوا، تعالوا، باقي جريمة ثانية هنا." وجوا قال له: "يشوفون الولد ميت، من القاتل؟" قالوا: "ما فيش غير صاحب البقالة." ويبحثوا عن صاحب البقالة حصلوا اسمه أحمد، أحمد فلان الفلاني. أحمد وين راح ما ندري، اسمه شرد. المهم أم محمد في هذه الأثناء كانت تشوف الناس وهم يعني ملتمين حول البقالة هذه والشرطة، والدنيا زحمة وناس تصيح والمكان أصبح مرة يعني زي ما تقولوا أنا مزدحم، مزدحم جدًا. فالمرأة نزلت تسأل، قالت: "هل وجدتوه؟" أنا قال لها واحد من رجال الأمن: "تقصدين مين؟" قالت قالت: "محمد." قال لها: "محمد من؟" قالت: "ولدي، محمد ولدي وأبوه نزلوا في البقالة." قال لها الشرطي: "قولي إنا لله وإنا إليه راجعون." "يا ابن الحلال مالك وإيش تقول مالك؟" قال لها: "يا بنت الحلال أهدئي وصلي على النبي وقولي إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله." المرأة جتها صدمة، وأنا زوجها وابنها ماتوا في نفس اليوم وتقريبًا في نفس الساعة. فالمرأة كانت في حالة صدمة شديدة جدًا وحزن، قامت تبكي وتصيح على زوجها ولدها فلذت كبدها، مقهورة عليهم. المهم حاولوا النسوان الذي حواليها في هذيك ال الحي إنهم يداروها ويداروا مشاعرها ويحاولوا إنهم يصبّروها على هذه المصيبة التي حصلت لها. المهم أخذوهم ودوهم للمغسلة وغسلوهم ودفنوهم. مات محمد وأبو محمد، الله يغفر لهم ويرحمهم جميعًا. الحين بقي أحمد. أحمد هذا حاول إنه يشرد إلى اليمن، قام واتصل على 2 شباب يمنيين وقال لهم: "أريدكم إنكم تساعدوني علشان أطلع من السعودية إلى اليمن." في هذه الأثناء كانت الشرطة تراقب الجوال تبع أحمد. المهم إن الشرطة على طول اتجهوا إلى ال2 اليمنيين هذولا وقاموا بالتحقيق معهم. "أحمد اتصل بكم." قالوا: "أيوه نعم." "وإيش طلب منكم؟" قالوا: "طلب منا إحنا نهربه إلى اليمن، وإحنا قلنا له إحنا ما لناش علاقة في هذه القصة، لا من قريب ولا بعيد ولا نعرف ندخّل حد ولا نخرّجه، ما لناش علاقة نهائيًا." ورفضنا رفضًا باتًا. أحمد هذا طبعًا هو سعودي. طيب قالوا لهم: "هو الآن وين؟" قالوا لهم: "الاثنين هذولا بتحصلوه في السكن الفلاني في الحي الفلاني كذا كذا، موجود مع العمال الباكستانية والهنود والبنغال هناك، على ما أعتقد إنه هناك موجود، على ما نعتقد." على طول الشرطة اتجهوا إلى هذا المكان. أحمد إيش سوى؟ حلق اللحية تبعه ولبس لبس باكستاني، حاول يموه على الشرطة بأنه رجل باكستاني وليس شخص سعودي. لكن الشرطة أول ما داهم الموقع هذا قاموا بإلقاء القبض على كل الموجودين، ومنعوا أي إنسان إنه يدخل أو يخرج حتى يتأكدوا من هو أحمد، لأنه زي ما قلت لكم حلق اللحية تبعه ولبس لبس باكستاني علشان التمويه. طبعا بعد البحث عنه
وجدوه وألقوا القبض عليه وأخذوه تحققوا منه، يعني أخذوه وراحوا وحققوا معاه وسألوه عن سبب القتل وإيش وإيش، قال لهم بيني خلاف أنا ووالده على كذا كذا، وأجى الولد ويعني قتلته، وأجى الأب كذلك وكان بيقاوم فقتلته، وكنت أحاول أن أهرب إلى اليمن، ولكنه أخذ جزاءه قبل أن ينفذ. حكموا عليه بالإعدام وعدموه وصلبوه 6 ساعات في ذاك الحي، 6 ساعات كان مصلوب لينال جزاء ما فعل. رحمة الله على أبو محمد وعلى محمد، والله يصبر أمهم، أم محمد، ويجبر بخاطرها ويعوضها إن شاء الله خير، وأظن إن الله سبحانه وتعالى قد قد عوّض خير منّه فضل. وشكرًا لكم، وإلى هنا وتنتهي قصتنا إلى هذه الليلة. أنا أتقبّل آراءكم وملاحظاتكم، اكتبوها لي في التعليقات. إذا عجبتك القصة اضغط لايك، وإذا ما عجبتك لِف في القناة يمكن تحصل فيديو يعجبك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.